السلام عليكم. غسل يدك بالعودة ينعن أم البطرة والطقاع والهياط الطقاعي. أنا أتكلم عن الفيديو اللي طاير له كم يوم في الواتساب، البطرة والبزخ والسفه اللي يغسلوا يدهم بدهن العود. والله شكلها موية شيشة جراك، طقاعين كذابين مهايطية. جيت اتكلمت قال لك سلوم القبيلة، يا عمي اي سلوم؟ يعني لما جيتوا تفتحوا القبيلة اول يوم جبتوا واحد هندي حق اي تي، حط الهندي حق الاي تي، بسم الله نفتح القبيلة، حط البوليسي والبروسيجر، يلا بسم الله. جاك الهندي كتب في تأسيس القبيلة لازم يحط البوليسي والبروسيجر. If you lose your falcon and one guy he find your falcon you have to cut the lamb or sheep. الترجمة لما يعني بدأوا يأسسوا القبيلة يحط السلوم، يلا يا ولد حط السلوم حق القبيلة. لو ضاع صقرك وواحد لقاه لازم يذبح للصقر، يلا يا ولد حط المادة الثانية من السلوم حق قبيلتنا. إذا جاك ضيف من باب الكرم غسل يده بدهن العود. ما سمعنا بالكلام هذا. سلومنا وكرم العرب، يا ابويا كرم العرب هذا اسمه هياط العرب. كرم العرب في كتاب التاريخ حق رابعة ابتدائي يقول لك إذا جاله ضيف يعطي له، إذا جاله ضيف ذبح له شاة وبيتوا عنده 3 أيام، وحاتم الطائي سوى فلة ذبح خيل، بس ما سووا شيء أكثر من كذا. لا غسلوا ضيوفهم بدهن العود، ولا يقول لك إذا جاك ضيف ما بالكرم تكب السمن على يدك وينقط فوق اللحم، ينعن أم الكوليسترول اللي حياكله. هياط وتبذير في النعمة وكفر بأنعم الله، وبكرة تذوقوا لباس الجوع والخوف بما كسبت أيديكم. زمان اخواننا العراقيين نسمع من اجدادنا وابائنا كان يقول لك من فين يجينا الفقر واحنا عندنا نخله ما توقف تمر وناقه ما توقف حليب. فكانوا العراقيين يقول لك كيف نفقر؟ نخله شغاله وناقه تحلب، من فين نفقر؟ الان العراقيين الله يرفع عنهم ما هم ملاقين لبس يلبسوه يدفوا بنفسهم من البرد. الان العراقيين ما هم ملاقين وطن يسكنوا فيه، ينام النوم اللي انت تنامه مرتاح، مكيفك شغال، ما تسمع دبيب النمله، هم يسمعوا القنابل. لكن يقول المثل مال ما شقيت فيه يروح ما تبكي عليه. والله هذه فلوسكم يا حرامية يا مسروقة يا شقى حريم. شقى حريم، والله شقى حريم. أعرف واحد بنته تحلف تقول إحنا 5 بنات مدرسات مو راضي يزوج واحدة فيهم، إحنا نصرف عليه على حياطه. تحلف تقول والله يا أبويا طفران، تقول ياخذ رواتبنا وفوقها قروض، وكل ما صارت عزيمة قام وقال علي الطلاق، العشاء عندي، مو من فلوسه من فلوس بناته. ويقول لك واحدة من عاداتها كمان الكرم، إذا جاك ضيف وتعشى وما عجبته الذبيحة يقوم يخفس عينه بصباعه، ويمين بالله أخفس وجهه. وتبديد للنعمة. والله إحنا محاربين من الله، صدقوا. أغنى دولة في العالم وما إحنا عارفين نسكن، محاربين بسبب سفاهتكم. سفاهة، ذنوب، معاصي، تبذير، فأذنوا بحرب من الله. هذا اللي إحنا عايشين فيه هو الحرب من الله. تكون أغنى دولة في العالم والشاب السعودي مو عارف يتجوز، والبنت السعودية ما هي لاقي اللي يعف نفسها به، من التبذير. سلوم القبيلة. الله لا يردك، لا أنت ولا سلوم قبيلتك. إذا تبي تضيع نعمة، في جيعان ميت جوع وميت برد نفسه ياكل. سلوم القبيلة.